هاي، ازيكم؟ انا سلوى، والنهارده هنعمل الديك الرومي محشي بطريقه جديده. وبصوا اللون بتاعه هيطلع تحفه. هقول لكم خطوه بخطوه ازاي تطلعوا اللون دوت والجمال دوت. طبعا في الديك رومي المستورد لو انتوا موجودين في مصر بيبقى ليه ريحه مش قد كده، ولو انتوا موجودين في امريكا ريحته بتبقى مش كويسه خالص. آه احسن حاجه عشان نتخلص من الريحه بننقعه او بنغسله في خل صافي، مش ميه بخل، خل بس. طبعا انتوا محتاجين يبقى عندكم وقت كافي لتحضير الديك الرومي، يعني قبلها بيوم او يومين. الاول تغسلوه بالخل، وبعدين هنعمل التتبيله اللي هنشوفها دلوقتي. هنجيب بصلتين نعصرهم وناخد العصير بتاعهم. هنحط عليهم معلقتين ملح كبار، معلقه فلفل اسود، ومعلقه حبهان بودره، والاول سبايسز او البهارات الكامله. وطبعا في المرحلة دي إذا في أي سبايسز تاني انتوا بتحبوها أو أي بهارات تانية بتفضلوها ممكن تحطوها في المرحلة دي ونقلب. طبعا احنا كنا غاسلين الديك بخل من اليوم اللي قبله. هنيجي دلوقتي نشطفه وننشفه كويس بورق مناديل، ونعمل فيه أخرام بالسكينة، يعني نخرم خرام كتير علشان التتبيلة اللي هنحطها تتغلغل جوه اللحم بتاع الديك ويطلع طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين كده، يعني اعملوا خرام على قد ما تقدروا من كل الاتجاهات، ورا قدام في الرجلين في كل حتة. وبعدين نحط التتبيلة اللي عملناها، ندعكها كويس جدا وندخلها برضو جوه الديك من جوه، ونحاول ان هي تبقى تدخل جوه الاخرام. اتأكدوا برضو ان انتوا تحطوا التتبيلة في كل الاتجاهات. وبعدين هنغطي الديك ببلاستيك راب وندخله التلاجة. ممكن تسيبوه حوالي يعني يوم كامل عشان يتشرب من الطعم دوت. بعد ما يعدي اليوم نخرجه، ولو عايزين نحط عليه ملح وفلفل تاني برضو نقدر. تاني يوم هنبتدي نحضر بقى الحشوة هنحتاج فيها جزر، كرفس، وبصل. كمان هنحتاج حاجة اسمها ستافنج، او هي زي العيش الناشف ومحطوط عليه بهارات كتير. بالتالي انتوا هتلاقوا دوت في السوبر ماركتات الكبيرة، او ممكن انتوا بقى تعملوا الاختراع ده. هو عيش توست هتنشفوه على نار هادية في الفرن، تحطوا عليه زبدة والبهارات خصوصا البقدونس الناشف تكتروا منه، ولما ينشف تكسروه رفيع، هيبقى هو ده الستافنج. دلوقتي هنجيب زبدة في حلة نسخنها ونحط الكرفس والجزر والبصل ونقلبهم تشويحة كده سريعة. ولما يتبلوا هنبتدي نحط البهارات بتاعتنا، هي ملح، فلفل اسود، اوريجانو، زعتر بودرة، وبقدونس ناشف. نكتر من البقدونس الناشف شوية لانه بيدي طعم حلو، ونديهم تشويحة سريعة. وبعدين نحط الستافنج بتاعنا. بصوا يعني هو مش متكسر ناعم قوي، مش زي البقسماط بودرة، يعني هو تخين شوية. ده لو انتوا هتعملوه في البيت. انا اعتقد انه بجد هتلاقوه في اي سوبر ماركت، بس دوروا عليه. كمان مش عارفة اقول لكم هيبقى اسمه ايه في مصر بصراحة. طبعا بنحط كمية مناسبة منه على قد حجم الديك، وبعدين بنسقيه بشوربة او بمية لو ما عندكوش شوربة جاهزة. ما بنحط الشوربة كتير، يعني حبة شوربة قليلين جدا يدوبك يطروه بسيط. هنسيبه ونغطيه طبعا حوالي مثلا 5 دقايق، وكده هيبقى جاهز للحشو. ده هيبقى شكله. هنسيبه يبرد ونبتدي، لما يبرد طبعا نبتدي نحشي بيه الديك. هنحشيه بكمية مناسبة من الستافنج اللي حضرناه، وننقل الديك لحلة كبيرة أو حاجة بتدخل الفرن تبقى يعني كبيرة enough ان احنا نقدر نحط حواليه خضار. انا حطيت جزر، بصل، كرفس، وبطاطس. طبعا لو في اي خضار تاني يستحمل الحرارة لمدة طويلة تقدروا تحطوه معاه.
ودلوقتي هنحضر حاجة تانية، مكون اساسي عشان نديله اللون اللي شفناه في اول الفيديو والجلد يبقى كده كرانشي. هنصيح كمية من الزبدة، حطوا عليها زي ما انتوا عايزين، لو عايزين لسه تحطوا ملح او فلفل او ممكن قرفة، علشان لو لسه في احتمال انه يبقى في اي ريحة ما نحبهاش، القرفة هتخلصها خالص. ندخلها فرن سخنة على درجة 370 فahrenheit او 185 مئوية. نغطيها كويس وهنسيبها، وبعد حوالي ساعة ولا حاجة هنكشف عليها، ولو عايزة ندهنها زبدة تاني. هنا انا بعد حوالي ساعتين شكيت لقيتها وصلت ل 120 ده فahrenheit، فلازم يوصل ل 180 فahrenheit اعرف انه استوى. نسيبه لما يكمل سوا وهيبقى باللون التحفة الخطير اللي انتوا شايفينه ده. هيطلع very moist او طري علشان الزبدة اللي احنا حطيناها عليه. وطبعا طول فترة التسوية بنبتدي نضيف من الزبدة دي كل شوية. اتمنى تكون الوصفة كانت سهلة وعجبتكم، وانجويت بالهنا والشفا مقدما. ولو في اي سؤال اكتبوه لي في الكومنت، يساعدني ان انا اجاوب على اي سؤال. وأقابلكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.